أرحب في هذه الفقرة بمحمد الصاوي المحرر بقسم التحقيقات، وعادل خشبة المحرر بالحوادث، وأخيرا الحسيني أبو ضيف من قسم التحقيقات. أهلا بكما جميعا. أبدأ بالحسيني أبو ضيف. كواليس اجتماعات مجلس الوزراء، ماذا فيها الحسيني؟ في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء أثير موضوع حركة المحافظين الأخيرة اللي لاقت احتجاجات شعبية كتيرة. يعني في 5 محافظين عليهم اعتراضات كبيرة، أهمهم محافظ قنا ومحافظ المنصورة. يعني هو مش من اختصاصه إن هو يختار المحافظين، دي اختصاص رئيس الجمهورية، وفي حالة غيابه أصبح اختصاص المجلس العسكري الأعلى. فوصل الاتفاق مع المجلس العسكري إنه يعيد هيكلة حركة المحافظين اللي عليهم مشاكل. ففي تغييرات في عدد المحافظين، تغييرات محدودة في حركة المحافظين الأسبوع القادم إن شاء الله. أثير برضو موضوع، إذا هناك تغييرات في المحافظين، في بعض المحافظين ستتم خلال الأسبوع المقبل. هذه على عهدتك الحسين. كمان في أزمة رؤساء جامعات واحتجاجات الحركات الطلابية واحتجاج أساتذة تيار الاستقلال الجامعي حركة 9 مارس. أثير الموضوع، ورئيس الوزراء يعني تعهد بأنه هيحصل تغييرات لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات عندهم مشاكل زي عميد إعلام القاهرة مع بداية العام الدراسي القادم، لأنه ما ينفعش يغير تغييرات جامعية وفي امتحانات على الأبواب، يعني بدأ بالفعل. أثير برضو موضوع تأخر حبس الفاسدين أو تحقيق معهم. يعني وزير العدل هنا محمد عبد العزيز الجندي صرح او يعني تحدث عن كده في اجتماع مجلس الوزراء ان هو السبب في كده حرصه على الاجراءات الصحيحه، لانه مش عاوز يعني يتم القبض على فاسد والتحقيق معه ثم يحصل على براءه بسبب تافه وهو خطا الاجراءات. في خبر طريف، يعني هو ما كانش المفروض يبقى خبر لولا ان مجلس الوزراء اصبح طرف فيه، وهو وفاه كلبة رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف. هذا خبر تافه ليس له أي أهمية، إلا أن ما أكسبه أهمية هو أن مجلس الوزراء تدخل وحضر المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي، وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور سامي زغلول، ومدير مكتب رئيس الوزراء اللواء أبو طالب محمود أبو طالب. حضروا جنازة كلبة رئيس الوزراء، وكانوا يخططون للحصول على عربة إسعاف وحدة عناية مركزة الموجودة في مجلس الوزراء. حدث ذلك بالفعل الحسيني؟ حصل بالفعل. كان يريد نقل جثة الكلبة، هي أوشا، اسمها كلبة أوشا، عمرها سنة وتوفت بعد صراع مع مرض السرطان وعملية، فكانوا عاوزين ينقلوا الجثة لمدافن الكلاب في مدفن بساتين بعربة إسعاف مجلس الوزراء، لكن هم خشوا على تسرب خبر الإعلام وتسرب لنا خبر في النهاية يعني. فقاموا بدفنها في مقر مسكن فيلات الدكتور أحمد نظيف وأسرته في منتجع وادي النخيل. أشكرك الحسيني. إذن كلبة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ماتت كمدا على ما حدث له. أذهب إلى عادل خشبة المحرر بقسم الحوادث وكواليس محاكمة العدلي اليوم. أهم هذه الكواليس عادل. المحاكمة النهاردة أصلا شهدت أحداث مثيرة جدا. الجو النهاردة كان مختلف عن أي محاكمة أو أي جلسة تمت في جلسة القاهرة الجديدة. القضية طبعا هي رقمها 1227. النهاردة كان فيها المتهم فيها أول جلسة لحبيب العدلي، والمتهم فيها بقتل المتظاهرين وهو و6 من مساعديه. كانت النهارده اللي اتفاجئنا ان هم حتى قتلوا المحكمة بدري حوالي في الساعة 8:30. أول ما دخلوا جراج المحكمة في انتظار إن هم تبدأ الجلسة ويدخلوا لقفص الاتهام. كان أنا عشان مصادري ضباط داخلية أكتر، فكنت عرفت إن هم كانوا طلبوا يفطروا قبل الجلسة. الأكل اللي طلبوا يفطروه، فالضباط ما قدروش يجيبوا لهم الطلبات اللي هم كانوا طالبينها، فجابوا لهم حلاوة طحينية وعيش ومربى، وكان جبن ومية معدنية ومية غازية. في البداية الجلسة هم الأول طبعا النهاردة كانت تأمين الجلسة نفسها كان مختلف عن بقية الجلسات، لأن طبعا النهاردة كان محاكمة ناس اتقال عنها إن هي شديدة الخطورة، وهم فعلا رموز كبار زي حسن عبد الرحمن وزير الداخلية، طبعا متهم شديد الخطورة، راجل في السجن بيعامل، أنا شايف إن هو بيعامل حتى الآن على إنه هو وزير. هل لديك في كواليس هذه المحاكمة أشياء أخرى؟ المحاكمة طبعا لما تم منع الصحفيين في الأول، دي كانت طبعا رغم أن المستشار
عادل عبد السلام جمعة كان عامل تصريحات لكل الصحفيين اللي داخلين، لقينا تم منعنا اصلا في البدايه، وحصل اشتباك مع الامن، والامن بعد كده حس ان هو هيبقى في موقف صعب وهيتكرر تاني الموقف بتاع المظاهرات والكلام ده، فانسحب، رجع تاني الموقف الاصلي، والجيش اتدخل لحد ما حصل. أشكرك عادل. أذهب إلى عادل محمد الصاوي. طريقة جديدة في الاحتفال بشم النسيم في بورسعيد، ماذا كانت هذه الطريقة؟ تمام. هو بداية حضرتك طبعا شم النسيم وأعياد الربيع، المصريين كلهم بيحتفلوا طبعا بالبيض الملون والفسيخ والرنجة والملانة. هو شعب بورسعيد بطريقة مختلفة شوية بالاحتفال بأعياد الربيع، ودي طريقة يمكن من حوالي 90 سنة كانوا عملوها، هم واخدينها عادة عن اليونانيين، من خلال صنع الدمي العرائس للشخصيات اللي هي السيدة بتاعة العام المنصرم. تمام. بيقوموا بصنع العرائس أو المجسدات، وبيقوموا بحرقها، بيلفوا بيها طبعا البلد وبيقوموا بحرقها. الكلام ده كان أول مرة عملوها من حوالي 90 سنة، كانوا ودعوا اللورد إدموند هنري اللينبي، وده كان المندوب السامي البريطاني، وكان معروف بقسوته وكرهه للعرب، وكان بيعملهم بقسوة وعنف. وهو خدم طبعا في مصر من عام 1919 لغاية الفترة 1925. من يوميها طبعا، وكان أثناء مرور السفينة اللي بتقل اللورد السامي الليمبي من بورسعيد، فقاموا بعمل دمي ليه أو عروسة ماكيت يعني، وحرقوها قدامه وهو معدي، تعبير عن القسوة والكراهية ليه. الشخصيات التي تمت عمل دمي لها وحرقها في هذه السنة دي بقى طبعا قلنا بقى من أيام الفترة بتاعت كان في حادث تعرض ليه الرئيس مبارك في محاولة اغتيال. تمام. من ساعتها هم كان بورسعيد طبعا اكتسب الاحتفالات بالطريقة دي. من 2001 بالظبط بدأوا ان هم الامن ينفذوا الاحتفال ده، وكانوا بيعملوا قال لك اطلع على طرح البحر يعني في وسط المدينة. السنة دي لأول مرة بعد 10 سنين من 2001 البورسعيدة رجعوا تاني لعادتهم القديمة، وأشهرهم الفنان محسن خضير. هو السنة دي عامل 18 عروسة مجسمة للشخصيات التي تم حبسها تحت ذمة قضايا. مسؤولي النظام. نعم يا فندم. بداية من عائلة الرئيس مبارك الرئيس السابق، حتى بقى كل الناس اللي اتحبسوا الوزراء وده. بس هو يمكن خضير عنده بس ميزه شويه، ان هو ما بيحرقش العروسه. هو المفروض بعد ما بيلفوا بالعروسه طول النهار في المدينه وكده، وابتهالات بقى وفرح ورقص وبتاع، بيقوموا مولعين فيها اخر النهار انتقاما من الشخصيه. انما خضير ما بيحرقهاش، هو يعني فضل ان هو يبقى عليها بالظبط. أشكركم شكرا جزيلا. محمد الصاوي المحرر بقسم التحقيقات، كذلك عادل خشبة بقسم الحوادث، وأخيرا الحسيني أبو ضيف من قسم التحقيقات أيضا. أشكركم شكرا، كما أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، ونأسف مرة أخرى للأعطال الفنية التي حدثت في هذه الحلقة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.